السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أماراتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. وكالعادة بنشوف وصفات على النت وبنيجي نجربها مع بعض. النهاردة بقى ايه الافتكاسة اللي شفتها على النت وجاية اجربها معاكم؟ افتكاسة قمر الدين الكذاب. ايوه زي ما بقولكوا كده. هو بدل البرتقان دي المفروض نحط مشمش، بس طبعا مفيش مشمش اصلا في السوق عشان اجيبه، فانا قلت اجربها بالبرتقان، ولو نجحت هنشوف بقى فين المشمش ونجربه. المهم بدأت كده أعصر البرتقان. أنا المكونات اللي معايا عبارة عن برتقان وسكر وليمون. هي المكونات اللي هما بيقولوها في التجربة بتقول كده، أنا معرفش الصراحة النتيجة هتطلع ايه. ادينا هنشوف مع بعض. صفيت البرتقانة بعد ما عصرتها، حطيتها في المصفى السلك الصغيرة دي علشان اشيل منها اي تفل خالص. وعملت معايا ربع كوباية، هكملها بالمية بحيث ان هي تبقى نص كوباية، واروح نازلة بكوباية سكر. انا على فكرة بجرب في كمية قليلة علشان مش عارفة النتيجة، هنشوفها مع بعض. فقلت اعمل كده المكونات تبقى بسيطة بحيث ان ايه، لو في اي في الامور نبقى سيطرنا على الموقف، منبقاش عملنا مكونات كتير. المهم حطيت السكر على البرتقان ورفعته على النار، وسبته كده يتقل مع نفسه ويغلي غلوتين حلوين كده. في هذه الأثناء كنت بحضر طبق كده معايا، وحطيت فيه نقطتين زيت. وركنته على جنب، وهنرجع له تاني وهنشوف هنعمل فيه ايه. تمام. رجعت تاني للحلة وهي بدأت تغلي معايا. في اللحظة دي بدأت أنزل بنص الليمونة اللي معايا. تمام، وقلبتها كويس. المهم بقى في الوقت دوت رايحة جاية جبت كوباية مية كده، مليتها مية، وقاعدة أعمل قاعدة أعمل اختبار السمك، إن أنا أخد حبة على المعلقة وأحطهم في المية وأشوف سمكها بقى عامل إزاي. بقت تقيلة، بقت جامدة، بقت ناشفة. أنا عايزاها بتمط زي سمك قمر الدين كده، مش عايزاها تبقى إيه، يعني مش عايزاها تبقى ناشفة جدا زي الملبس، ولا عايزاها تبقى طرية قوي. تمام. بس فلما وصلت بقى للسمك اللي انا عايزاه، هي غليت شويه حلوين على النار، اخدت مني وقت. نسيت اقول لكم ان انا هضيف فانيليا. حسيت كده ان انا عايزه اضيف فانيليا، فلما هتغلي خالص هحط حبه فانيليا في الاخر خالص بحيث ان طعمها ما يطيرش يعني مع السخونيه. بس لما وصلت بقى للسمك اللي انا عايزاه، جبت الطبق اللي انا حاطه فيه زيت، وسبتها تبرد شويه، تهدى بس شويه صغيرين. لو سبتيها وقت طويل ازيد سنه هتلاقيها نشفت منك خالص في الحله. فنزلت هنا في اللحظات دي بالفانيليا. تمام. وبعد كده دلقتها في الطبق. حاولي ان انت تكبيها بسرعة في الطبق علشان ما تنشفش منك في الحلة. حطيت كده لون خفيف، لون طعام. ممكن تستغني عنه، يعني هو ملوش اي لازمة. وبدأت ان انا انزل في الطبق اللي معايا اللي مدهون بالزيت. بس وحاولت ان انا اوزعه كده في الطبق معايا كويس، بحيث ان هو يملى الطبق. طبعا ما عملش كمية كبيرة، زي ما قلت لكم انا عاملة كمية قليلة. انا الصراحه ما كنتش اعرف النتيجه وانا بعملها، يعني ما اعرفش النتيجه هتطلع حلوه ولا لا. بس افتكاسه من الافتكاسات، ولو طلعت حلوه تبقى بتسهل على ناس كتير. قمر الدين دلوقتي الله اعلم اللفه بقت منه بكام يعني. آم، سبتها بقى كده في الطبق. جيت اقطعها لقيتها بتلزق مني في السكينه. هو المفروض ان انتي بترشي عليه نشا. تمام. او بتغرقيه زيت. طبعا انا مش حابه ان انا احط عليه كميه زيت كبيره، فاستبدلت الزيت بالنشا. وجبت كوبايه وفيها حبه ميه، وقعدت انزل فيها السكينه واقطع بظهر السكينه، انزل السكينه واقطع بظهر السكينه، وهكذا. وحطيتها بقى في الفريزر بحيث ان هي تجمد شويه. تمام. بعد ما جمدت كده حوالي ربع ساعة في الفريزر، قمت مطلعاها. بصراحة اتفاجئت ان هي لزقت في الطبق ازاي معرفش. يعني رغم ان انا كنت دهنة زيت وماشية على الخطوات صح، بس لزقت سبحان الله. مش عارفة ازاي. حاولت ان انا اطلعها، غابت مني قوي يعني. انا مسرعة الفيديو فيبان ان هي بتطلع بسرعة، بس هي يعني قعدت بتاع حوالي ربع ساعة او تلت ساعة بحاول اطلع فيها من الطبق، بس لازقة جدا جدا في الطبق. بصوا، هو طعمها يعني ده بقى يعني استنتاجي انا الشخصي او رأيي انا الشخصي. بالنسبه لي هي طبعا ما فيهاش اي شبه من قمر الدين خالص. هي بتمط. تمام. اعتقد لو حطيتي فيها مكسرات هتبقى ظريفه، يعني ممكن لو قطعتي كده سوداني مجروش او اي نوع من انواع المكسرات، ممكن تبقى ظريفه الى حد ما يعني. بس انا بالنسبه لي ما استصرفتهاش قوي كطعم.
حسيت كده ان هي لينة قوي. هي قوامها يشبه قمر الدين شوية، بس مش طعمه ولا ملمسه ولا كده، يعني مش حبيتها قوي بصراحة. ده رأيي الشخصي. انت ممكن تحبيها. هي لو انت بتحبي الحلويات اللي هي بتمط هتحبيها قوي، لان هي بتمط. تمام. بس كده يا ستي، وده كان فيديو النهاردة. لو عجبك ما تنسيش تدعي لزوجي دعوة حلوة، تدعي له بالشفاء العاجل، وتدعي لأولادي دعوة حلوة، واشتركي في القناة ودعميها، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واللي عايزني اجرب حاجة من وصفات النت او من اي وصفة هو يعني عايز يجربها يقولي وانا اجربها معاه، نجربها مع بعض ان شاء الله في فيديوهات جاية. هنا كنت بحاول ان انا اقطعها كده صغير. حسيت كده ان انا عشان ما عنديش الورق السلوفان اللي بتلف فيه قمر الدين ده، فعملتها قطع. بس نقول بقى مع بعض دعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.